الأربع قصص المختلفة لأشخاص مختلفين، كل منهم بيمر بيه كتير جدا من التقلبات المزاجية والعاطفية. الفيلم بطولة ماجد الكدواني، ياسمين رئيس، عمرو يوسف، أحمد مالك، جميل العوض، أحمد داوود، دينا الشربيني، نيللي كريم. تاريخ إصدار الفيلم 2016، والمخرج هادي الباجوري، ومؤلف محمد صادق. حاجة برضو كده من نوع كوميديا مش هتتكرر كتير، هو فيلم أبو علي. فيلم أبو علي بطولة كريم عبد العزيز، كان فيه نوع كوميديا ورومانسية في نفس الوقت. فيلم رومانسي كوميدي جدا جدا جدا، اللي بتدور أحداث الفيلم عن حسن الشاب الفقير اللي بيضطر للسرقة عشان يهرب، وبيقابل فتاة تدعى سلمى وهي هربانة من جوز أمها، عشان يجمعهم القدر في جريمة قتل عسكري، وبيهربوا من البوليس، وبكل دوت في إطار كوميدي ورومانسي في نفس الوقت. الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، منى زكي، خالد الصاوي، طلعت زكريا، انتصار. وتاريخ إصدار الفيلم 2005، من المخرج أحمد نادر جلال، ومؤلف عمرو إسماعيل. برضو من الأفلام الكوميدية الجميلة جدا في السينما المصرية تيمور وشفيقة. تيمور وشفيقة برضو فيلم كوميدي ورومانسي، وبيعتبر فيلم تيمور وشفيقة من أفضل الأفلام المصرية الرومانسية الكوميدية، وبتدور أحداث الفيلم حوالين قصة حب من أول الطفولة لحد ما بيتجوزوا في آخر الفيلم. تيمور وشفيقة. الفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكي، هالة فاخر، رجاء الجداوي، جميل راتب. وتاريخ إصدار الفيلم 2007، للمخرج خالد مرعي، والمؤلف أحمد السقا وتامر حبيب. وما ينفعش نجيب سيرة الحب من غير ما نجيب فيلم حب البنات. فيلم حب البنات من أسماء أفضل الأفلام الرومانسية، اسمه لوحده أصلا بيعبر عن الحب. والفيلم بيحكي عن 3 بنات، وكل بنت فيهم قصة حب مختلفة، ولكن كل ده في إطار جميل جدا جدا جدا، واللي هو أبوهم بيسيب لهم وصية على الحصول الميراث، بشرط إن هم يعيشوا هم ال3 في منزل واحد. وبعد ما كل واحدة كانت عايشة في حياة لوحدها، بيضطروا إن هم يعيشوا مع بعضهم تحت سقف واحد عشان خاطر الورث. الفيلم بطولة ليلى علوي، أحمد عز، حنان ترك، هنا شيحة، أشرف عبد الباقي، خالد أبو النجا، وظهور طبعا المطرب أحمد برادة. تاريخ إصدار الفيلم 2004، والمخرج خالد الحجار. وشارك في التأليف برضه تامر حبيب. من الأفلام الرومانسية القديمة برضه فيلم الحب الأول. فيلم الحب الأول برضه من الأفلام الجميلة جدا في السينما المصرية، وبتدور قصة الفيلم حوالين خالد الشاب البسيط الخجول اللي بيعزف على البيانو في الملاهي الليلية، وبيعيش مع أصحابه حسن وهشام، وكل واحد منهم عنده علاقات نسائية، إلا هو طبعا هو شاب خجول وبيتكسف. وبيصادف خالد وحسن مع رانيا ووفاء،